السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن العملاق الكوري سانج يونج توريس موديل 2023. العربية دي أول مرة تنزل مصر، وتعتبر أصلا رانج روفر كوري، يعني رانج روفر بس نسخة كورية. عربية دفع رباعي اس يو في، بتيجي تبع علامة كورية خالصة، يعني ما فيهاش أي يعني إنتاج وتصنيع كوريا. العربية بتنزل مصر بفئتين، أسعارهم بتبدأ من 1.650.000. والعربية يا جماعة يعني مش موجودة برضو قوي في المعارض، يعني قليل قوي برضو لما تلاقيها. بس هي اسعارها عامه، الفئه الاولى 1.650.000 والفئه الثانيه مليون تقريبا برضو 800.000. العربيه بتيجي تبع توكيل شركه البازيعي. موتور العربيه بيكون 1500 سي سي تربو، 170 حصان، وبيكون الفتيس بتاعها 6 سرعات. لو هنتكلم بقى عن ابعاد العربيه، في الطول بيجي 4 متر 65 سم، والعرض متر 79 سم، والخلوص تقريبا 18 سم. الجنود بتاعت العربيه بتيجي في الفئه الاولى جنود 17، والفئه الثانيه بتيجي جنود 18. بالنسبه للشنطه، فالشنطه بتيجي مساحتها 703 لتر، مساحه طبعا كبيره جدا، مع طي الكنبه الخلفيه بنسبه 40 ل 60. تقدر تقول ان الشنطه ممكن توصل لحد 1662 لتر. بالنسبه لمنظومه الاناره والاضاءه اللي في العربيه، فالاضاءه كلها LED. الاضاءه الاماميه بتبقى عباره عن فانوسين على جنبين الكبوت كده، يعني الفانوس ذات نفسه الواحد بيبقى على جنب الكبوت، واخد حته من جنب الكبوت. وكمان بيبقى فيه فجات اماميه وفجات خلفيه. وكمان في الاضاءه اللي ورا في اضاءه هالوجين، دي بتبقى اضاءه LED، بتبقى اضاءه الفرامل اللي موجوده في السبويلر الخلفي، اللي شكله جميل جدا كده زي ما انتم شايفين. بالنسبه للتجهيزات بقى اللي في العربيه من بره، فالعربيه بتيجي مرايات ضم واغلاق، وفيها المرايات بيبقى فيها اشارات جانبيه، وفيها كمان خاصيه مساعده النقطه العمياء، ده في الايه في المرايات. في الابواب بيجي الكيليس انتري طبعا موجود، اللي هو دخول العربيه من غير مفتاح. شكل العربيه يا جماعه هجومي، شكلها هجومي حاد جدا. العربيه شكلها تحس انها من قدام كده تخوفك من بعيد. الشبكه بتاعتها شبكه عريضه، شكلها جميل جدا، وفتحات التهويه بتيجي تحت الشبكه اصلا. العربيه برضو من ضمن امتيازاتها اللي بره بيكون فيها فتحه سقف في الفئتين. لو دخلنا بقى عن يعني نقطه من نقط القوه اللي في العربيه، وهي عوامل الامان. العربيه بتيجي ستارت وستوب انجن، اللي هو اللي هو تشغيل وايقاف العربيه من غير مفتاح. خيلس انتري، اللي هو دخول العربيه من غير مفتاح، بصمه بس في باب السائق. فيها كمان نظام الحفاظ على الحاره المروريه، لو حضرتك طلعت بره الحاره المروريه بيبدا ان هو ينبهك عشان ترجع تاني في نفس الحاره. فيها فرمله الطوارئ، فيها 6 ايرباج، فيها نظام الفرامل اللي هو ABS، نظام فرامل معناه الانغلاق، والABD توزيع قوه الفرامل الالكترونيه، والASB اللي هو الثبات الالكتروني. فيها حساسات اماميه وخلفيه، فيها كاميرا خلفيه. ده بالنسبه لعوامل الامان والسلامه في العربيه. عوامل الامان طبعا قويه جدا وكويسه جدا. لو دخلنا بقى على العربيه من جوه، وهنلاقي بقى الدلع جوه كله في العربيه من جوه. العربيه بتيجي من اول فئه فيها فرش قماش، اما الفئه الثانيه بيكون الفرش فيها جلد. تجهيزات الكنبه ان بيكون فيها مسند يد، في 2 كاب هولدر. مساحات الكنبه من جوه مساحات واسعه وكويسه جدا، ده بالنسبه للرجلين وبالنسبه برضو للراس. بالنسبه لفتحات التكييف الوسطي، الكونسول الوسطي اسف، في فتحات تكييف، وفي كمان تجهيزات اللي هي فتحات USB. نفق الفتيس مش عالي اول الدرجه. لو طلعنا بقى قدام شويه في الكونسول الوسطي، هنلاقي في مسند يد جلد، وهنلاقي في 2 كاب هولدر، وهنلاقي فيه كمان فرامل يد كهرباء. لو اتكلمنا بقى عن التابلو الامامي، فده فيه الدلع كله بقى. اولا فيه 3 شاشات. اول شاشه فيهم اللي هي شاشه عداد ديجيتال، ده من ناحيه الشمال كده، دي تقريبا 12.3 بوصه. بتلاقي فيها بقى الايه المعلومات بتاعه العربيه وانظمه القياده والكلام ده كله. جنبها شاشه اللي هي شاشه الوساطه العاديه، دي بتكون فيها برضو 12.3 بوصه، ده حجمها او مقاسها. بتكون تدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. تحتيها بقى شاشه كده ما تلاقيهاش في كل العربيات، يعني فيها قليل قوي ما تلاقيها في العربيات، شاشه صغيره اصغر من اللي فوق، يعني ممكن تكون مثلا 8 بوصه. دي بقى بتعرض بقى العوامل، يعني دي فيها التكييف، وبتعرض برضو المناخ والقصص دي كلها. شاشه طبعا لطيفه جدا وجميله جدا. ماتيريال التابلو ذات نفسه ماتيريال يعتبر جلد. الطاره برضو طاره جلد، وتحسها مربعه كده، مش يعني شكلها مش الشكل الدارج. العربيه يا جماعه اصلا تحسها شكلها كله مختلف من بره ومن جوه. ده طبعا يعتبر يعني ايه الحاجات الاولانيه بتاعت العربيه. لو احنا مثلا اتكلمنا في عيوب العربيه مثلا، فالعربيه طبعا ممكن ما تلاقيش ليها قطع غير قوي، لان العربيه اول مره تنزل في السوق. العربيه مثلا ابعادها كبيره، فبرضه مش اي حد يعرف يسوقها. العربيه مثلا تسعيرها هو مش غالي عامه، يعني تسعيرها مش غالي، يعني رينج مليون 600 حاليا في مصر، مع عربيه SUV دفع رباعي مش غاليه. لكن طبعا حاليا الناس كلها طبعا بتدور على الحاجات اللي هي في رينج مثلا حتى على الاقل 900 او مليون.
واللي مثلا بيبص لمليون وشويه او اللي يخش في من شريحه 2 مليون هيبص بقى للمرسيدس وهيبص للبي ام، لو حاجات برضو ايه ممكن ما تبقاش دفع رباعي او ما تبقاش اس يو في، بس يقول لك ساعتها ممكن اشتري بقى الحاجات اللي ايه اللي هي الاكسات بقى. يعني مثلا اكس 1 ممكن تلاقيها مثلا في السوق دلوقتي عامله 2 مليون مثلا 100، فيقول لك طب ما انا ازود على مليون 600 واجيب ايه الاكس 1 بي ام دبليو، علامه معروف في السوق جدا. السانج يونج معروف في السوق، لكن العربيه ذات نفسها لسه برضو ما اشتهرتش ولسه برضو ما نعرفش قصتها ايه. المزايا طبعا الشكل الهجومي الجميل جدا، الحاجات اللي جوه، التجهيزات مثلا، برضو التجهيزات اللي بره جميله جدا، مساحه الشنطه، القصص دي كلها. ده كان تعتبر فيديو سريع عن عربيه سانج يونج توريس موديل 2023. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، وما تنساش تشترك وتدوس سبسكرايب لو ما اشتركتش في القناه، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.